السلام عليكم. كان في واحد سأل سؤال من خبرتك كده، ايه اللي انت اتعلمته واستفدت منه في حياتك العملية؟ فأنا كدكتور وشفت ناس كتير جالهم مشاكل وجالهم إصابات في عينيهم. في بعض الحاجات كده أنا هبقى حذر جدا مع نفسي أو مع أولادي، زي ركوب الموتوسيكلات. أنا ياما شفت حوادث موت من ركوب الموتوسيكلات دي، فأنا ما أحبش إن أولادي يركبوا موتوسيكل في أي وقت في حياتهم، ولا أنا، الا مع استخدام خوذه واقيه. شفت ولاد صغيرين وناس كبار فقدوا حياتهم بسبب حوادث الموتوسيكلات، فدي حاجه من الحاجات اللي يعني انا نصيحه مني ما بحبهاش قوي. الحاجه التانية واللي بتعمل اصابات في العين وممكن نفقد النظر منها، ان انا بخبط على حاجه، بدقدق على حاجه، بستخدم شنيور، بعمل حاجه طلعت وخبطت في عيني وعملت لي اصابه بالغه وفقدت النظر والشبكيه بسبب. ما تستخدمش لو انت صنايعي، لازم يبقى معاك اللي هو الوجه او الوش بتاع الحمايه، او النضاره بتاعه الحمايه بتبقى معموله من ماده بلاستيك قويه. فلو اتخبطت البلاستيك ده بيحمي نظرك حرفيا. والله العظيم شفت ناس لو كانوا لابسين الوجه ده او النضاره دي كانت حمت عينيهم من العمى. انت بقى في بيتك هات عندك في نضارات كده بتيجي، يعني انا كنت جايب شنيور معين، جايبين معاه نضاره بلاستيك كده عامله زي بتاعه الاطفال، مش مهم، بس حمايه للعين. اي حاجه هتخش في عينك وتاثر على الشبكيه ملهاش علاج، مش بتتعالج مره تانية. في المناسبات والاعياد والالعاب الناريه والكلام ده ما تقربش وشك قوي او وش طفلك من الحاجه اللي بتفرقع، خليه يرميها بعيد، يعني ده لو فرضا ان هو هيعمل. حاجه تانية، حاجه رميتها، صاروخ رميته ما ولعش وجيت تولعه مره تانية، فرصه كبيره قوي ان هو يولع ويضرب في وشك، فبرضه دي من الحاجات اللي مش مطلوبه. مع استخدام الكيماويات في البيت والتنظيف، ما تحطيش حاجه على حاجه، ما تحطيش كلور على مش عارف ايه، ده ممكن يعمل ابخره وحاجات سامه او حاجات تاثر على العين بتاعتك. وكذلك برضو ما تقربيش قوي من بعد استخدام المواد الكيماويه دي. نخلي ولادنا دايما بعيد عن الولاعات. الطفل عايز يقلد بابا ومامته فممكن يمسك ولاعه ويعمل كده يحرق وشه. ما تخلوش اولادكم يمسكوا في ايديهم ادوات حاده. ممكن تلاقي طفل ماسك سكينه او مفكه او اي حاجه زي كده، الاخطر انه بيجري بيها كمان فهيقع، دي هتخش في عينه هتعمل له مشكله. بالنسبة للأفراح اللي بيكون فيها للأسف استخدام يعني الألعاب نارية أو طلق في الجو بنضربها في بعض الناس، أنا شفت ناس فقدت نظرها بسبب الموضوع ده. لو أنت في بلكونة وشفت حد بيضرب نار، أرجوك ما تتفرجش، مش هيفرق معاك حاجة. والله واحد في الدور ال11، طفل في الدور ال11 وأنا في معهد ناصر فقد نظره بسبب إنه دخل يبص لقى حد بيضرب حاجة نارية فدخلت في عينه وطيرت له عينه على طول. لو انت خارج في جو مطرب او شمس زي اللي احنا فيه، استخدم نظاره شمسيه، ويا ريت كمان لو بتحمي من الاشعه اللي فوق البنفسجيه. طب لو دخل في عينك حاجه او حاجه زي كده، زي ما قلنا قبل كده، ما تحاولش انك تشيلها. ما لو لقيت حاجه دخلت، فرضا حاجه دخلت في عينك، ما تحاولش باي حاجه انك تشيلها. شفنا ناس بيجيبوا جنيه ورق ويتنوه ويحاول يطلع رايش او جسم غريب من عينه، ممكن يفقد القرنيه ويجي له ميكروب بسبب الموضوع ده. دي حاجات بسيطة أنا شفتها في حياتي العملية وعايزكم إن أنتوا تطبقوها عشان تحموا عينيكم. أنا معاكم دكتور محمد جودة، أتمنى أشوفكم في الصحة والعافية يا رب. مع السلامة.